السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الذهب رايح على فين؟ وايه سبب الارتفاع المفاجئ اللي حصل في الذهب؟ وليه تم زيادة البنزين؟ وهل الجنيه هينخفض تاني قدام الدولار ولا لا؟ وده وقت مناسب للشراء ولا لا؟ كل ده هنعرفه في الفيديو ده. يلا بينا. السلام عليكم. الإجابة لكل الأسئلة اللي بتدور في دماغنا إجابتها كلمة واحدة، هي شهر مارس، نظرا للأحداث المهمة جدا في الشهر ده، وأهمها الدفعة الثانية من صندوق النقد الدولي المقرر ليها نص مارس اللي جاي، وده هيخلي صندوق النقد يراجع معانا روجيتة الإصلاحات اللي ماضيين عليها. ومن المتوقع بنك سوسيتي جنرال وHSBC أن يتم انخفاض الجنيه أمام الدولار بنسبة 10%. الحدث الثاني شهادة ال 18% اللي هتتفك يوم 22 مارس اللي جاي، وللتذكرة حصيلة الشهادة دي كانت 750 مليار جنيه في 71 يوم، وده هيخلي قطاع كبير يجري على الذهب ويجري على العقار، وهيؤدي ان سعر الذهب يزيد. اما اذا البنك المركزي المصري رفع الفايدة وعلى سعر الفايدة عن 17 وربع دلوقتي اللي بتتحصل سنويا، هيخلي قطاع كبير جدا يجري ناحية الشهادة البنكية، وده هيضيفنا للحدث الثالث، اجتماع البنك المركزي المصري يوم 30 مارس اللي جاي. ومن المتوقع أن يتم رفع سعر الفايدة ما بين 100 نقطة أساس ل 300 نقطة أساس. علشان خاطر تقدر تشتري ولا لأ لازم أن تكون متابع كل الأحداث دي حدث علشان خاطر تبقى عندك رؤية للمستقبل وهتعمل إيه. ده دوري إن أفيدك، مش دوري إن أقولك اشتري ولا لأ، لازم تكون متابع حدث علشان تعرف تاخد القرار. وبكده خلصت حلقتنا. لو عجبك الفيديو اعمل اشتراك للقناة وفعل الجرس علشان خاطر يجيلك كل جديد، ولو في اي حاجة سيبها لي في الكومنتات. سلام.